زمان كان في الإذاعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أحب أن أنوه، أنا ما صوتي ذاته بقطعته، وأحب أن أنوه إنه اهتمامي بالأنساب نتج من إنسان غريب جدا جدا. هيثم ابن ابن محمود أحمد عبد الرحمن. أنا وحلت للمعاش، سكنت قريب في منهم في كراكلا. كان بيجيني فبيسألني أبوي جدو وإلى آخره، فأخذنا جاب كراسة حتى كاتبنا نسب آل بدر حسب ما كنت عارف. وبعدين فقير عبده باعتبار إنه جده وجدانا، جدانا بالأم، جده هو بالأب. أخوه محمد، خاله محمد سيد أحمد، أخذ الدفتر هذا أو كان عنده اهتمام برضه بالأنساب وعمله بطريقة علمية شوية وشغال في الموضوع ده، ولكن يبدو أنه انشغاله بمرض أمه شوية أخره. ده واحد من الناس أنا لابد أن أذكره. الثاني طبعا شهدي معروف جدا جدا. شهدي هذا مهتم بالأنساب اهتمام كبير يعني، ومشى بيتنقل من مكان لمكان ويتصل بالناس عشان يعرف ويتحقق ويوثق. فسألني في عدة مرات وبعدين عرفت انه وثق لآلة حجي او آلة رمضان حجي، آلة اللي هم الحجياب، وهم عدد ضخم جدا جدا واقاربين من ناحية الام. فاشتغلنا ولقيته عامل شغل كثير جدا جدا، لانه الحجياب ديل منتشرين في صاي وفي إيرو وفي أرودين وفي صواردة، في يعني في محلات كثيرة جدا جدا. هم غالبا أحفاد الأتراك أو الكشاف اللي كانوا مقدمة للجيوش المهدي، الجيوش الأتراك. المهم إنه الشكر لازم أسجيه لشهدي يعني اهتمامه الشديد وتوثيقه الخطير لناس كثير، لعائلات كثيرة. منهم برضو تحدث عن فقير عبده وساعدته أنا في بعض البتاع. ونبدأ الآن الحديث عن فقير عبده. فقير عبده جده هم أصلا بيسموهم يا البلالاب. نعم. اشرح هو من فقير عبده. لا، ما فقير عبده حفيد بلال، وبلال هذا ونسله كله بيسموه البلالاب. احمد عبد الرحمن ابنه حفيد بلال. لما جاء وثق لابيه فقير عبده قال انه بلال هذا ينتهي نسبه بتاع اسمه واحد من الصحابه كان يهوديا ثم اسلم وحسن كعب الاحبار. ده وبعدين بلال هذا عنده اول حاجه ساقيه جنوب راكوبة ناس في حوار، جنوب راكوبة ناس علي مختار، شمال بتاع ساقية ناس طه أبازيد ومحمد أبازيد، بيسموه ساقية البلالاب. كذلك عنده ساقية ثانية في غرب دكان ناس آلة محجوب، جنوب بيت ناس عبد الرسول مرجان، هناك برضه شمال، اقصد شمال طوالي في المناطق دي. يعني هو من الناس مش كما يقولون بلال وشيء يعني يقولوا بهلج. وده طبعا نوع من الهزار بيقولوه. بلال بقى عنده اولاد، منهم محمد. اول حاجه محمد هذا احد يعني اولاده زوجة محمد داود. محمد داود هو أبازيد محمد داود خليل. محمد داود تزوج ابن بنت محمد بلال وأنجب منها محجوب محمد داود وأبازيد محمد داود، وديل أولادهم معروفين وممكن يعني مكتوبين عندي، ممكن الداير يعرفهم. محمد ده الولد الأول. الثاني صالح بلال، صالح أبو ناس ضرار صالح بلال، وعائشة زوجة شريفة دي وقمر، شفت كيف، وحسن على عبيدي جد حسن بن الصالح. أنا الحقيقة اضطربت في الحتة دي الدور الفات، لأنه قمر أخت ضرار،
أخت ضرار صالح بلال وقمر صالح بلال. قمر جابت أم ناس حسن على عبيدي، وأم زوجة يحيى محمود بابا فاطمة بابايا. بعدين حامد ده مشى دنقلة لأن أمهم من البركية، وتزوج هناك وأولاده هناك ما معروفين. ولو إنه في واحد يعني افتكر عبد الرحيم سعيد قال انه بيعرف انه هم قاعدين في ضنقله، لكن ما عندهم علاقه بينهم. بعدين عائشه، بنت اسمها عائشه والدة عبد الوهاب علي بكاب واحمد علي بكاب، ديل اولاد بلال بتاع. نجي بقى لفقير عبده بالذات. فقير عبده تزوج بنت عمه اسمها يا سيدي عائشة بلال، عائشة محمد بلال. تزوجها وجاب منها ولدين وبنتين. الولدين محمود، الشيخ محمود أبو أمي وأبو ناس مرغان ومحمد عثمان ومحمد وعبد الرحمن، محمد عبد الرحمن ومحمود عبد الرحمن. محمود عبد الرحمن تزوج أليسا شريف في الأول وجاب محمود وإلى آخره. محمد عبد الرحمن تزوج عائشة بدر عبد الفتاح وجاب منها سعيدة محمد الذي تزوجها القاضي كدودة وجاب منها عبد الرحيم كدودة وقاشو. ثم تزوج بعد ذلك عرفة قمر وجاب منها عرفة جاب منها بابايا بس. وبعدين عرف دي تزوجها على عبيدي وجاب منها ناس حسن على عبيدي كما قلت من قبل ولو نضاه. دي الزوجة الأولى عائشة. الزوجة الثانية زينب عمة ناس عبد الكريم عبده ونفيسة عبده وسلامة عبده. وديل إخوات عائشة أبازيد بالأم، يعني أم عائشة أبازيد وأم أيوة بيسموه في فاطمة قسمة. زينب دي جابت ولد وبنت. الولد هو جدنا الشيخ فرحان، والبنت جدتنا برضو شريفة تزوجها عبد بدر وجاب منها عبد القادر عبده ومحمد عبده بدر الكبير أبو ناس سيد أحمد. ومن البنات فاطمة عبد بدر ونفيسة عبد بدر وزينب عبد بدر وزكية عبد بدر. دي الزوجة بتاع الشريفة. فرحان تزوج واحدة من عبري وجاب منها جلال فرحان ومحمد فرحان وعبد الرحيم فرحان وبنتين. زينب زوجها ابن عمها الشيخ محمد عثمان الشيخ محمود وجاب ناس مرغني ونفيس زينب والجماعة ديل. وفاطمة سلامة الغريبة انه ام فرحان زوجة فرحان من عبري وامه من عبري، ولذلك اسمها السلامة ام بتاع. البت الثانية مسمية باسم سلامة، اسمها فاطمة سلامة. وابو ناس شيخ الدين وجماعة ام ناس شيخ الدين في عبري، عبد المنعم شيخ الدين واخوانه عبد الحميد شيخ الدين واخوانه. ده فاطمه سلامه واصلا كانت قاعده في عبري. اما زينب تزوجها ابن عمها بتاع نايقنا مرغني وانت في مرغني محمد عثمان محمود الله يا اخي نحن عجزنا تماما. مرغني وانت في ايوه محمد عثمان محمود عثمان محمود وفاطمه محمود. و نحن نسينا نتحدث عن بنات فقير عبده مع محمود تزوج الزوجة الأولى عائشة محمد بلال وأنجب منها ولدين اللي هم محمود محمد عبد الرحمن اللي قلنا جد ناس عبد الرحيم تلودي، وبنتين حجة وستنا
عندها بنت واحدة اسمها عاشا صالح، بيقولوا عاشا سالي. عاشا سالي تزوجها حسن علي خليل، وجاب منها باب باشا الله يرحمه، ماتت قريب مع باب باشا. واحد ولد ثاني اسمه صبري. ايوه ماتت الله يرحمه باب باشا. اولادهم موجودين لكن في بتاع عايز الاسماء موجودين. حجه الاخت الثانيه الله يرحمها تزوجها وهبي حسن، كان في الوقت ذاك عمدة اعمار او عمدة العمد، محل اللي جاء محله اخوه عبد الرحمن حسن. فزوجها وجاب منها ولد والولد مات يعني وما تزوج، ولذلك يعني حجه انتهى عند هذا الحد. حجه وستنا ومحمود ومحمد ديل امهم عائشه بنت عم فقير عبده. المرة الثانية مرة فقير عبده زي ما قلنا زينب علي ملك، عمة ناس عبد الكريم عبده وبتاع. بمناسبة عبد الكريم عبده عبد الكريم عبده طبعا ونفيسة عبده. نفيسة عبده حب جدة فتحي محمد حسن أمين. فتحي عايز أنوه على أنه فتحي محمد حسن أمين يكاد يعرف الأنساب في تبج أحسن مني. أولا لأنه أمه قعدت معه مدة طويلة، وهو ذاته قاعد في البلد مدة طويلة، واستوعب الانساب وساعدني كثير جدا جدا. يعني مثلا الورقه دي ما كان بالطريقه دي، مكتوب ساكت فلان ابن فلان ابن، هو نظمها وهو الى اخره، وعنده صور منها. انا بفتكر انه فتحي ده مفروض الناس يلجأوا له اذا كان كذلك. اختي امينه برضو اكثر من اي انسان اخر ملمه بالانساب، لانه قعدت معه مده طويله في البلد. المهم نرجع لزوجات فقير عبده. في الأول قلنا عاشا وزينب، وبعدين فاطمة علي بكاب. فاطمة علي بكاب بيسموه فاطمة شينة. فاطمة شينة دي تعرف زيادة محجوب، أمه اسمها زينب سيدي، وأم أحمد محمود اسمها نفيسة سيدي شيينة، أخوهم شيينة دي. وما أعرف الشيينة دي جنب فين، لكن الاسم بتاعها بالكامل فاطمة علي بكاب، عمة ناس أحمد بكاب. اتزوجها وجاب منها عرف فقير، وأحمد فقير أبو ناس شلتوت، ويعاش ناس عبد الكريم فرح عباس. عندهم الثلاثة اللي عندهم أخت واحدة اسمها ليلى إدريس. ليلى إدريس ده احنا شفناها ونحن صغار جدا جدا، وكانت قاعدة في البيت ده، بيت أحمد فقير، أو الذي كنا نزعم أنه بيت أحمد فقير، لكن يبدو لي وده عايز بحث لأنه مهم جدا. الناس زمان كانوا بيسكنوا جنب بعض، يعني الأسرة الواحدة جنب أبوهم بهيلة وبهيلة وهو إلى معظمهم بالشكل ده. هذا البيت تابع لناس آل كدودة، لأنه الشرق طوالي ولاصق منه محمود مصطفى، وجنوبه طوالي جعفر كدودة ومحمد بدر كدودة والقاضي كدودة وهو إلى آخره، وجارة كدودة ومن ناس علي جارة وهو إلى آخره. إيه اللي جاب أنا قلتها احتمال لأنه ناس آل كدودة كلهم بينتموا لشخص اسمه علي إدريس كدودة. يعني مثلا جعفر ده اسمه جعفر محمد علي إدريس كدودة. الاسم إدريس ما موجود في تبج كثير، ده ليلى إدريس وعكاشة إدريس. عكاشة إدريس ما عنده علاقة بهم، عنده علاقة بآل بركية وخالة ناس سعيد إبراهيم والجماعة دول، وكان قاعد معهم هناك. لكن الأب واحد ليلى إدريس وعكاشة إدريس. لا ما عندهم علاقة ببعض. عكاشة إدريس اللي ما عنده علاقة أبدا بليلى إدريس. ليلى إدريس أنا مين اللي في آخر بتاع واحد قال لي أصلا كانت ساكنة جنب ناس أمين نوري، ناس أحمد شحات والجماعة البيوت ديل، كانت هناك وراحت هناك. غالبا هي من آل كدودة، وإذ زوجوها جابوها هنا، ولما زوجها مات وما عندها أولاد رجعت لبيتها. وإنه جدي يتزوج
امها في بيتهم هم، يعني ده ما بيت آل فقير عبده. فقير عبده غربي احمد فقير لو لاحظت، لا ايوه بمسافه كده بنات غرب طوالي طه ابازيد، طه ابازيد حبوبته زينب بلال، وجنوبه طبعا آسى بلال، ناس آل بلال كلهم. فليلى إدريس دي عايزة بحث، هل هي بالضبط إدريس؟ لأنه حسن جعفر، وده إن شاء الله لما نتكلم عن آل كدودة قال إنه اسم أبوه بالكامل جعفر محمد علي إدريس كدودة، والقاضي كدودة اسمه محمد علي إدريس كدودة. ناس محمود مصطفى اسمه محمود مصطفى علي إدريس كدودة، يعني جدهم علي إدريس كدودة، وكدودة ذاته من إدريس وليس من الدين. وكدودة طبعا يعني الناس بيفتكروا إنه هو في الواقع الصغير، مطلق الصغير، ولد صغير، لا مؤاخذة حمار صغير بتاع الصغير كدود، كدود من نائم بتاع. فغالبا إذا كان في الأسرة في اثنين اسم واحد أو حاجة من النوع ده، فبيقولوا ولد كدود توت أو فلان كدود كده. يعني أنا أتذكر من الكدود ده في تونتا كانت زوجة عمنا في سمبروك الله يرحمها، وكان في بنت محمد صالح نفيسة كدوتو كان متزوجة كابيدة، لأنه دي نفيسة ودي نفيسة، ديك الكبيرة عشان يفرز. وكمان في نفيسة بدر الدين زوجة محمد أبازيد، فثلاثة نفيسة أكبرهم نفيسة مبروكة، ديك صغيرة فسموها نفيسة كدوتو، لكن ما نثق فيها ليه؟ لكن نحن لانه عرفناها كده من جيلنا، بنقول لغايه حتى لما نسال مثلا زينب قيله على اخوتها نقول نفيسه كروته هي كرفي، مع انها طبعا هسه عجزت. فكرود ده الناس ماخذينها على اساس انه لقب لاسره معينه، هي ما من اسره معينه، كرود لاي انسان صغير بيقول عليه صغير حتى لو كان حيوان لا مؤاخذه يعني. المهم فليلى ادريس، وجود ليلى ادريس مع ناس احمد فقير والجماعه ديل امهم واحده شئينة دي. وشئينة عنده طبعا زي ما قلنا اخوانه او اولاد بتاع سيدي شئينة. سيدي شئينة دي اخو ليلى ادريس بالايه بالام. هلا بس في الحته دي ما انا قليل قبري داري ايوه شهينا قبري ولا قلبي غالبا فقير يصدر كان فقير. ايوه لغايه ما نحن انا طلعت من البلد القبر ده موجود، ويقع بالنسبه الاولوي ده غالبا اولوي ده كان تبج القديمه، الناس رحلوا من هناك يعني يمكن عشان يديك اراضي زراعيه يمكن خلوها وجوه للشمال. اي ما فقيركم انا فيون. والناس كانوا بيخطوا حاجاتهم هناك على اعتبار انه بيحفظ لهم وما في زول يجرؤ. طبعا في نكته في بابا محمود بس هنا فشوا سفينه اليوم. الغريبه قلت الكلام ده لفتحي محمد حسن بيتذكر الحاجات دي، قال لي فشوسه فينا المهم ده الزوجه الثالثه. الرابعه فرحه مرجان تزوجها وجاب منها بيت واحده، بنات او 6 بنات الحقيقه، ام ناس زينب بنات وشريفه بنات والى اخره. هؤلاء هم زوجات أيتها. بس انا بفتكر ده كده التفاصيل اسماء اولادهم والى اخره كلها بالاسم، يعني مثلا لما نمسك احمد عبد الرحمن او احمد فقير